يلا نعمل خيار مخلل مقرمش. نسمع صوت القرمشه. هنحتاج ايه بقى؟ لتر ميه مغليه زي ما انتوا شايفين كده. هحط فيها معلقتين كبار ملح، معلقه صغيره سكر، واقلبهم كويس، وبعدين معلقتين خل، واسيب الميه تبرد تماما. هكون محضره معايا خيار حلو وصغير يبقى حجمه واحد عشان ما يبقاش فيه واحده تستوي والتانيه لا، وطبعا يكون مغسول كويس قبل ما نحطه في البرطمان بتاعنا. البرطمان بتاعنا يبقى مغسول ونظيف وناشف. نخرمه كده بالسكينه، نحط له فصوص توم وشرايح من الفلفل، وبعدين ننزل عليه الميه بتاعتنا. اهم حاجه ان احنا الميه تكون مغطياه، ويكون البرطمان بتاعنا محكم الغلق. هنسيبه بالظبط يومين او 3 ايام بالكتير قوي. تالت يوم انا متأكدة هتاكلوا منه وهيبقى بيقرمش وطعمه تحفة. اهم حاجة بقى لما نيجي ناخد الخيار المخلل من البرطمان ما نطلعوش بايدينا، لا نطلعه بشوكة عشان ما يبوظش معايا باقي الخيار. وبكده نكون خلصنا. اكتبوا لي في الكومنتات لو بتعملوا الخيار بطريقة مختلفة عني عشان كلنا نستفيد. باي.